أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء بداية وجعل لكل بداية نهاية، وخاطب أحب خلق الله إليه قائلا: إنك ميت وإنهم ميتون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تملأ القلب بالإيمان ونقف بها أمام الواحد الديان، نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النيران. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطب قلوبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تغفر بها الذنوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة يرضى بها عنا رب العزة جل وعلا. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، استمعنا إلى القارئ الرباني، استمعنا إلى القارئ الرباني الذي أسأل الله جل وعلا أن يزيده جمالا فوق الجمال. وحينما نسمع كلام الله من صوت عذب، لا بد أن يدخل الكلام إلى القلوب قبل الآذان. والله جل وعلا قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ لعلكم ترحمون. والله جل وعلا لنعلم جميعا أن الله قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اسمع، وإذا تليت عليهم آياته. نعم يا رب، إذا تليت عليهم آياته، إذا سمعنا كلام الله إن كنا مؤمنين زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عشنا واستمتعنا بكلام رب العالمين من قارئ رباني، أسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء، فضيلة الشيخ إبراهيم. والله أول مرة أنظر إليه وأول مرة أسمعه وأسمع صوته، ولكنه موفق من الله، لأن القرآن يخرج من لسانه وكأنه تفسير لكلام رب العالمين، ولا أزكيه على الله. استمعنا إلى فضيلته يقرأ: فاذكروني أذكركم. من فينا أن لا إله إلا الله؟ واشكروا لي ولا تكفرون. رب العزة جل وعلا يأمرنا: فاذكروني أذكركم. ومع ذلك كلنا يعلم أن الله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من منا ذكر ربه خاليا وفاضت عيناه؟ من منا سمع القارئ يقول: فاذكروني أذكركم، وملأ لسانه وقلبه بذكر الله؟ رجل أعرابي
يقول والله إني لأعلم متى يذكرني الله. نعم يا شيخ، أنت تعلم متى يذكرك الله؟ نعم، لأنه وعي كلام الله. قال والله إني لأعلم متى يذكرني الله. قالوا متى؟ قال أما سمعتم قول الله فاذكروني أذكركم؟ من منا يذكر كلام الله؟ من منا يملأ قلبه بذكر الله؟ نبي الله سليمان سخر الله له جل وعلا ما شاء من المخلوقات، يركب البساط وتنقله الرياح، ويمر على حقل فيه رجل بسيط كالذي يقف أمامكم في زرعه، في حقله، في أرضه. فحينما نظر الرجل إلى السماء وجد موكبا عظيما لنبي الله سليمان، فقال سبحان من أعطاكم ملكا آل داود. فنقلت الرياح الكلمة إلى أذن نبي الله سليمان، فأمر نبي الله سليمان البساط أن ينزل إلى هذا الرجل. وقال نبي الله سليمان للرجل ماذا قلت يا هذا؟ فالرجل طبعا بمجرد ما لقى موكب عظيم أمامه، يعني أخذته الرعشة أو يعني خاف شوية. فنبي الله سليمان بيقول له ماذا قلت وطمأنه؟ قال ما قلت إلا سبحان من أعطاكم ملكا آل داود. قال يا هذا اسمع لتعلم قيمة ذكر الله. يا هذا أما علمت أن تسبيحة منك لله جل وعلا أفضل من ملك آل داود كلهم؟ إزاي تسبيحة؟ ما عندكم ينفد، أي حاجة، سلطانك هينفد، ملكك هينفد، مالك هينفذ، عيالك هتنفذ. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. اسمع، فقدموا لأنفسكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اسمع إلى كلام رسول الله. لما أقول لك قال رسول الله تقول إيه؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. عندما أقول لك قال رسول الله اعلم أن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. اسمع، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من منا أراد أن يثقل الميزان بماذا؟ بأبسط كلمتان أخف ما تكون على اللسان، ولكنها عظيمة عند الرحمن، ثقيلتان في الميزان. من منا قدم لنفسه أيها الحبيب الغالي؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. اوعى تفكر حد موت ناقص عمر أبدا. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس ذائقة الموت. اسمع يا مسكين، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني اللي حضرتك هتعمله دلوقتي هتجني ثماره بعدين.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار بعدها ايه وأدخل الجنة فقد فاز. اسمع اللي بعدها وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا الله، كلنا يفهم كلام الله ومع ذلك مصرين عن البعد عن الله. الله جل وعلا يقول لك يا عبدي أقبل إلي أقبل إليك. عبدي، ربنا بيناديني وبناديك كل يوم. تخيل، شوف رحمة ربنا بيك قد إيه وانت بتعمل إيه في نفسك. ما من يوم، هذا الكلام لمن لا ينطق عن الهوى، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول ما من يوم ينشق فجره. بالله عليك اسمع الكلمتين دول بقلبك قبل ما تسمعهم بودانك. سيدنا النبي بيقول ما من يوم ينشق فجره، كل يوم كده مجرد ما الفجر يأذن إلا وتنادي السماء يا رب اجعلني أتساقط كسفا على ابن آدم. عايزة تهلك ابن آدم لأن ابن آدم جبار، ابن آدم مفتري والعياذ بالله. ابن آدم نسي إنه من تراب، يقول لك أنت مين وأنا ابن مين؟ لا يا حبيبي، أنا وأنت أولاد التراب. مهما بلغت من منصب ومهما بلغت من مال، اسمع يا أيها الناس أنتم الفقراء. يا عم ده أنا غني، ده أنا ماسك منصب عظيم، ده أنا عندي المال ملوش عد. اسمع ربنا بينادي عليك وبيقول لك ايه عشان ترحم نفسك شوية. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اسمع اللي بعدها بقى، اسمع الآية الجميلة اللي بعدها بقى. إن يشأ سبحانه إن يشأ يذهبكم، الصالح قبل العاصي. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. السماء تنادي على ربنا يا رب اجعلني أتساقط على ابن آدم كسفا، والجبال تقول له يا رب اجعلني أطبق على ابن آدم، والأرض تقول يا رب اجعلني أبتلع ابن آدم، والبحار تقول يا رب اجعلني أغرق ابن آدم. تخيل السماء، الأرض، البحار، الجبال عايزة تفتك في ابن آدم. ليه؟ هقول لك قال الله ولو يؤاخذ الله، عشان تعرف ربنا سايبك تعمل ايه. ولو يؤاخذ الله الناس يعني الإمام قبل المأموم، الخطيب على المنبر قبل المستمع. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، عشان حضرتك صليت ركعتين وسامحني في الكلمة نقرت نقرتين بتهيالك انك هتركب أجنحة وتطير على الجنة على طول. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، بعدها ايه؟ ما ترك على ظهرها من دابة. تخيل حتى الحيوانات ربنا هياخدها بينا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. اسمع ربنا بيقول ايه بقى للجبال وللسماء وللأرض وللبحار. يا بحار ويا سماء ويا أرض
ويا جبال دعوهم فلو خلقتموهم لرحمتموهم. أما يستحق أن تذكر الله؟ يا أخي اذكر الله بقلبك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قبل ما اختم عشان فضيلة الإمام يعني ما طولش عليه، ربنا يسعده دنيا وآخرة ويسعد حضراتكم جميعا، هعلق على آخر آية سيدنا الشيخ قالها اللي هي ايه؟ وبشر الصابرين. الصبر في كل حاجة. اسمع سيدك النبي بيقول ايه؟ عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له، أمره كله له، فإن أمره كله له خير. كل حاجة في حياتك خير لك، بس ارضى، لأن انت أصلا حتى لو مرضتش قدر الله نافذ لا محالة. واعلم سيدك النبي اللي بيقول مش أنا، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، اوعى تفتكر يعني ان انت مصاحب المأمور او مصاحب الوزير يعني هيعمل لك اللي ما تعملش. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أنت خايف من الناس؟ لا والله. خايف من الناس؟ لا والله. اعلم، اطمئن، واعلم أن الأمة كلها، مش أحمد وفلان وعلان. أنت خايف من صاحب المنصب؟ خايف من الظالم اللي بيكتب فيك شكاوي؟ لا. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا تقلق أيها الحبيب، أيها الموحد بالله، لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون عمله إن هم ينفذوا فيك أمر الله. لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يفعلونه هو أن ينفذوا فيك قدر الله وأمر الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. تخيل لما يصيبك المصيبة وتصبر. هون سامحني في الكلمة، احنا ملناش الا الصبر. هنروح فين من ربنا يعني؟ ففروا، هتفر من ربنا وتروح فين؟ ففروا إلى الله. تخيل الفرار بيكون من، يعني أنا بفر أعزكم الله من أسد، بفر من حيوان مفترس، لكن عمرك شفت واحد بيفر إلى فلان؟ إلا الله. ففروا إلى الله. ينادي الله على صاحب المصيبة سواء مريض، أسأل الله أن يلبسكم جميعا لباس العافية. إنما أمر، اوعى مهما الدكاترة قالت لك ده أبوك عيان عيا الموت، أمك عيانة عيا الموت، أو أنت مريض مرض الموت، كن مع الله، كن مع الله الذي شفى أيوب، قادر بكلمة كن، أمره بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. اللي شفى أيوب المشلول اللي الناس كلها انفضت من حواليه قادر يشفيك ويشفى أبوك ويشفى أمك. أسأل الله أن يشفي مريض كل موحد بالله، وأن يصب عليكم جميعا العافية صبا، وأن يجازي والدينا عنا خير الجزاء. وبشر الصابرين. ربنا بينادي يا ملائكتي ماذا قال عبدي لما تبتلى أي ابتلاء. شوف حتى الشوكة تشاكها إلا وكفر الله بها من خطاياك. ينادي الله على الملائكة يا ملائكتي ماذا قال عبدي، فتقول الملائكة يا رب حمدك وصبر. يا رب اللهم لك الحمد، أنا ماليش غيرك، اللهم لك الحمد، حمدك وصبر. فقال يا ملائكتي اسمع،
ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد لمن؟ لمن يصبر على ابتلاء الله جل وعلا. دنيا كلها ابتلاءات، وليعلم الجميع أن أحب خلق الله على الإطلاق وهو سيد الأولين والآخرين ابتلي أكثر مما ابتلي به بنو آدم. سيدنا النبي كان بيقول إني لأوعك، يعني لا تألم، إني لأوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم، وهو من؟ هو أحب خلق الله إلى الله. أيها الحبيب الغالي، فقدموا لأنفسكم، ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. زود ديت، استروا، ربنا يستركم ستر جميل، تستروا، استروا تستروا، وارحموا ترحموا. حقا علينا في هذا المقام أن ندعو لأختنا المتوفاة دعاء خالص لله. لماذا دعاء خالص لله؟ لأني وأنك محتاجين ليوم لما نموت وندخل القبر إن ربنا يبعث لنا واحد يخلص في الدعاء لنا. فكما تدين تدان، إن دعوت لغيرك بإخلاص فاعلم أن الله جل وعلا سيسخر لك من يدعو لك بإخلاص. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اغفر لأختنا المتوفاة، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم أحسن نزلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم اجزها بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا، اللهم آنس وحدتها، اللهم ارحم غربتها، اللهم لقنها حجتها، اللهم املأ قبرها ضياء ونورا وفسحة وسرورا، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعل برحمتك هذا اليوم أسعد أيامها، واجعل هذه الليلة أسعد لياليها، وبدل حالها يا رب برحمتك لا بعدلك، بدل حالها إلى أحسن وأسعد حال، وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك لا بعدلك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها يا رب، اغفر لنا ولها ولآبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وكل من له حق علينا. اللهم اجز والدينا عنا خير الجزاء، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اجز عنا والدينا خير الجزاء، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك لا بعدلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا تجاه والدينا، واجعلنا بارين بوالدينا، واجعل أولادنا بارين بنا برحمتك لا بعدلك يا رب العالمين. اللهم بارك في أولاد أختنا المتوفاة، اللهم ارعهم بعينك التي لا تنام، اللهم اجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب. وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، واكف مصر شر شياطين الإنس والجن برحمتك وقدرتك يا رب العالمين، ولا تشمت في مصر أحدا من خلقك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم جميعا. سامحني يا سيدنا، سامحني يا سيدنا، الله يسعدك الدنيا والآخرة. استمعنا نحن وأنتم إلى فضيلة الشيخ أحمد عرابي
الواعظ بالأزهر الشريف، نقلتها وسجلتها عليكم كبرى الإذاعات الهندسية والأضواء الكهربائية لصاحبها المهندس أحمد أبو الحمايل بالكردي وكفر الكرد الأهلية، من داخل قصر الضيافة بالجامع الكبير للفقيدة الرحمة وللآل الصبر والسلوان. السادة المعزين، شكر الله سعيكم جميعا، والبقاء والدوام لله.